ازاي نختار نوع السيريال او حبوب الافطار لاولادنا؟ اول حاجة لازم يكون مكتوب عليها انها من الحبوب الكاملة. تاني حاجة ان كل ما يكون مكتوب عليها ان فيها الياف عالية او ما فيهاش سكر مضاف no added sugar او high fiber، ده هيكون افضل. بعد كده هنبص على الحقائق التغذوية ونبص على الحصة اللي هي per serving. اول حاجة نبص عليها هي الكربوهيدرات الكلية، كل ما تكون قريبة من رقم 15 كل ما كان افضل. ال15 جرام دول هي حصة الكربوهيدرات الواحدة اللي قد 3 معالق رز او ربع رغيف. كل ما تكون قريبة لرقم 30 يبقى كده احنا دخلنا في حصتين كأنهم نص رغيف او شريحتين توست. بعد كده هنبص على السكريات الكلية، المفروض تكون اقل من 5 جرام. وبعد كده نبص على السكر المضاف، برضو المفروض يكون اقل من 5 جرام، والافضل انه يكون زيرو، مفيش خالص سكر مضاف. بعد كده بنبص على الالياف، وكل ما كانت الالياف اعلى كل ما هيكون افضل. خلينا نشوف النوع ده سوا. الكربوهيدرات الكلية 21 جرام، فكده اكتر من حصة. السكريات الكلية 4.8، معقول جدا. اما السكر المضاف 4.4، فده برضو كويس، ولكن يفضل انها تكون اقل من كده. ونشوف النوع ده، الكربوهيدرات الكلية 28 جرام، ده قد حصتين من الكربوهيدرات. والسكريات الكلية 9 جرام، وده كتير جدا. ولو بصينا على السكر المضاف هنلاقيه 2.8، فده اقل من اللي قبلها. وده كان افضل نوع شفته من الحبوب الكاملة. الكربوهيدرات الكلية 17 جرام، يعني قريب من حصة كربوهيدرات واحدة قد ربع رغيف. السكريات الكلية 1 جرام فقط. والسكر المضاف زيرو، مش عليه اي سكر مضاف. ولو شفنا الالياف هنلاقيها برضو عالية 6.6. فنبص على المنتجات ونختار الافضل. وفي النهاية نصيحتي ان السيريالز مش احسن حاجة، لان هي برضو حاجة بروسيسد مصنعة وكتير منها مضاف عليها سكر. والافضل ان احنا ناخد الحاجات الطبيعية زي البليلة او زي الشوفان، الشرايح الحبوب الكاملة، وبلاش السيريالز، او تكون مرة او مرتين في الاسبوع بالكتير.